لو انت بتستخدم اير فلو يبقى اكيد سمعت عن حاجه اسمها اوبريتورز وسنسورز، بس يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ الاوبريتور ده بينفذ التاسك، يعني بيعمل حاجه فعلا، زي مثلا يشغل سكريبت، يسحب داتا، او تكتب في قاعده بيانات، يعني بيعتبر الشغال الحقيقي للسيستم بتاعك. اما بالنسبه للسنسور فده واقف على الباب، ما بيعملش حاجه غير انه يستنى اشاره معينه تجيله، زي مثلا انه يستنى اشاره فايل معين يظهر، جدول يتحدث في قاعده بيانات، او داتا تجيله، او مهمه تخلص. اول لما يحصل ده يسلم التاسك اللي بعدها على طول. مثال بسيط جدا، السنسور بيستنى الملف CSV فايل يجيله، اول لما يوصل الاوبريتور بيبدا يشتغل وينفذ تاسك معينه على CSV فايل دوت، بحيث مثلا ان هو ينظف الداتا ويحطها في داتابيس. يعني ببساطه الاوبريتور يعتبر الشغال والسنسور يعتبر المراقب بتاعك، والاتنين ايد واحده وبيشتغلوا زي الساعه بالظبط.